السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مازن وحلقة جديدة من حلقات ال AMR. معانا الدكتورة أسيل. الدكتورة الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن دور الصيدلي في تقليل خطر مقاومة المضادات الحيوية، والنهاردة بإذن الله هنتكلم عن أهمية وجود جايد لاينز موحدة معينة من ال EBs للاستخدام. ممكن تكلمينا أكتر يا دكتور عن فوائد البوليسيز دي؟ إحنا لما بنلتزم بحاجة زي دي مش بس هنمنع حدوث مقاومة المضادات الحيوية، لأ كمان هنقلل الآثار الجانبية الناتجة من استخدامها بشكل خاطئ، وكمان هنقلل التكلفة على المريض ونوفر له خطة علاجية مناسبة بالأدوية المناسبة لحالته المرضية. طيب، إيه الحالات المرضية اللي ممكن نلجأ فيها لاستخدام المضادات الحيوية يا دكتور حسب الجايد لاينز؟ مثلا التهاب الحلق أو التونسيلايتس دي بتبقى عدوى في الزور بسبب بكتيريا اسمها ستريبتوكوكس أوريوس، ممكن نستخدم لها البنسلين، بس بشرط يكون في أدلة واضحة إن سبب حدوث المشكلة بكتيريا. بعض الناس ممكن تلجأ للمضاد كوقاية، هل الحاجة دي صحيحة يا دكتور علميا؟ في بعض الحالات اللي ممكن يتكتب لها مضادات حيوية علشان تمنع حدوث أمراض معينة ليها، زي الحمى الروماتيزمية، ودي بتبقى مشكلة كبيرة للأطفال فبيحتاجوا ياخدوا بنسلين لفترات طويلة بجرعات صغيرة. كمان قبل بعض العمليات الجراحية خصوصا اللي بتتعمل في الأمعاء، وبعدها بأيام علشان ما يحصلش عدوى في مكان الجرح. كمان لو حد اتعور جامد واتعرض لتراب بيضطر ياخد بنسلين علشان بنقلق يحصل له جاز جانجرين، لو المريض ده معرض يحصل له كده طبعا. طيب يا دكتور، لو حالة المريض مش واضحة ومحتاجين نتأكد من نوع العدوى البكتيرية وهل هي موجودة ولا لأ، إيه الإجراء الصحيح اللي ممكن يحصل وممكن نتخذه؟ وقتها بيكون الأنسب ناخد منه عينات ونعمل كلتشر، وبعدها نبدأ فورا باستخدام مضاد حيوي واسع المجال لحد ما نتيجة الكلتشر تطلع ونشوف الإيجنت الأنسب لاستخدامه. طيب في حالة إن المريض مناعته أصلا ضعيفة، أو مثلا بيعاني من عدوى شديدة الخطورة زي البكتيريا الإندوكاردايتس مثلا، وقتها بيقع الاختيار على أنهي نوع من المضادات؟ طبعا وقتها لازم نستخدم حاجة تكون قوية في التخلص من البكتيريا، فالأفضل يكون المضاد بكتيري سايدل مش بس يشل نموها أو حركتها زي بكتيريوستاتيك. تمام يا دكتور، لو حصل عدوى على الجلد بشكل سطحي، وقتها الأفضل والأنسب في الاختيار بيكون إيه؟ وقتها بنفضل جدا إننا نختار حاجة توبيكال وكمان مش بتستخدم بشكل سيستميك، زي مثلا سبراي أوف النيومايسين بستريسين وبوليميكزين. طيب إيه المدة اللي المريض بيكون مسموح له فيها ياخد الدواء، ولو ما جابش نتيجة إزاي يتصرف؟ المفروض إن المريض بياخد جرعة المضاد المظبوطة في الوقت المحدد على حسب حالته المرضية، ولو ما جابش نتيجة بيغير لنوع تاني أو بيوقف الدواء. بس في حالات معينة ممكن نستخدم فيها كذا نوع من المضادات مع بعض والمدة طويلة، زي مرض التيوبركلوسيس. يعني نفهم من كده إن إحنا ممكن نضيف المضادات لأكل الحيوانات وللبيئة المحيطة عشان نحمي نفسنا من البكتيريا؟ لا، مش المفروض نستخدمه في أكل الحيوانات ولا المية ولا حتى في أي شكل يتضمن البيئة المحيطة. طيب هل في نصائح ممكن تفيدنا في استخدام المضادات الحيوية في المستشفيات بحيث نقلل من وجود مقاومة للبكتيريا يا دكتور؟ مهم جدا نستخدم المضادات في شكل روتيشن، ويبقى فيه جزء منهم مخصص لحالات معينة ما يستخدمش إلا ليهم. تمام، ميرسي جدا يا دكتور على وجودك معانا، وبنشكر حضرتك على المعلومات. وبكده نقدر نقول إن حلقة النهاردة انتهت. وطبعا مش هننسى سؤال الحلقة وهو بيقول: ليه في رأيك يعد استخدام المضادات الحيوية مع الحيوانات أو البيئة المحيطة يشكل خطر على الإنسان؟ شكرا جزيلا لكم، وإلى لقاء آخر بإذن الله.